السلام عليكم، تحية طيبة من جديد. معكم العروسي عبد الرحيم مندوب بالجمعية العامة لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسكاكين. هذه الحلقة تابعة لديك السلسلة ديال الكسور والهرس والحديد والقبص وما جاورها. ومع ذلك واخا كنهضر على انها في هذيك السلسلة، ولكن راها بشكل عام صالحة لجميع منخرطي ديال الكنوبس. بالنسبة للناس ديال الكنوبس، ملي كتكون عندك حادثة، كنقول حادثة يعني تعرضتي للكسر، وقع لك قدر الله شي حادثه في الطريق، ولا طحتي ولا غيبتي وتوعدتي وكان فيها الهرس، ولا كان فيها ليكساسيون يعني الفديع، ولا فيها هذاك لونطورس، ولا فيها شي ريبتور ديال لي غام، ولا المهم الحوادث بشكل عام. انا علاش ذكرتها ودخلتها في هذه السلسله؟ لان فيها القضيه تاع الكسر. اغلبيه الحوادث كيكون عندهم علاقه بالكسر. دونك عندك حادثه، فاش كتمشي وتعالج وكذا وهذا، كيبقى واحد الاجراء اضافي خاصك ديرو على الاجراءات المعتاده اللي كنديرو حنا موالفين. كتمشي على الطبيب تعالج، يعطيك الفاكتوره، يسمي لك الكاشي، لوردونونس، الدويان، الراديوات، هادو امور كنعرفوها. اللي يزيد هنا هو انه في الحاله ديال الحادثه كيخصك تعمر واحد الورقه معينه. هاد الورقه كتسمى التصريح بحادثه. عندك نوبش بحال هذا النموذج هذا، فيها جوج الاوجه، الوجه الاول والوجه الثاني. شنو الملخص ديال هذه الورقه؟ فيها في الاول التصريح بالحادثه، كتقول السميه، الكنيه، معلومات عليك، او المستشفى ولا المؤسسه العلاجيه اللي تلقيتي في هذاك العلاج. ثم فيها الجزء الثاني هو واحد التصريح بالشرف. هذاك التصريح بالشرف زعما بحال قلتي وثيقه قانونيه تعترف، ولا كتقول ان هذا الشيء اللي قلت هنا راه هو هذا صحيح. غتعمر هذا الجزء هذا فيه هو معلومات خاصه بك وكذا وكذا. في هذا الجزء الثاني باش نكملوا فيه كيطلبوا لك شنو هو نوع الحادثه تما اللي تعرضتي لها، واش حادثه رياضيه، حادثه في الطريق، ولا انت اغلبيه هنا راه غادي يكون عنده حادثه مثلا في المنزل. كتكتب اذا ما كانتش شي وحده من هادو هنا فراه كتكتبها لتحت. ثم كندوزوا لهذا الجزء الثالث، هذا اللي فيه كتوضح التفاصيل ديال ديك الحادثه اللي تعرضتي عليها. مثلا اثناء نزولي في الدرج بالمنزل تعرضت للالتواء، سقطت على اثره وتعرضت لكسر في رجلي اليمنى. صافي، هذا هو راه ساهل بسيط. كتكتبوا بحال هكا، كتكتب مكان وقوع الحادثه والتاريخ فاش وقعت لك، المنزل ديالكم مثلا، العنوان ديالي، والنهار فلان فلاني على الساعه الفلانيه. كنقلبوا الصفحه كنلقاو الوجه الثاني هنا، راه كيقولوا لنا غير بعض الوثائق. كيدوي لنا على جوج الافكار مهمه هنا: حادثه مؤمن عنها وحادثه غير مؤمن عنها. شنو كنعني بحادثه مؤمن عنها؟ هي الحادثه اللي كيكون عندي اصلا شي تامين. مثلا ضربتني واحد الطوموبيل ولا موطور، دونك الموطور راه عنده لاسيرونس، هذيك الساعه كتدخل الحادثه في اطار التامينات. تضربت في واحد النادي رياضي، يعني كنكون كنتريني في شي صال ولا شي حاجه، راه اكيد مخلص لاسيرونس، هذيك الساعه راه تابعه لاسيرونس هذيك الحادثه. ولا مثلا تضربت في المدرسه، الوليد كيقرا ولا هذا، وتضرب في المدرسه. حتى في المؤسسات ديال الدراسه راه كاين تامينات، يعني ان الوليد هذيك الساعه عنده تامين. علاش كيذكروا هذه الحاله هذه ديال هنا؟ لان كنوصلش كتقول لك في اطار الحوادث انا نقدر نعوضك على الملفات، ولكن غتلتزم معايا باش مني شركه التامين تعوضك هذيك الساعه، ترد لي داك الفلوس اللي انا عوضتك بهم. يعني بحال كنوصل كتقول لك ودي انا كنعاونك حاليا في المصاريف اللي كتخسر ونرد لك شويه، ولكن ملي ترجع لك فلوسك رد لي. داكشي علاش هنا واش غيطلبوا لك؟ غيطلبوا لك واحد الورقه فيها الاسم ديال المحامين وديال شركه التامين، شكون المحامي اللي متابع القضيه وشركه التامين اللي شاده القضيه. ثم غيطلبوا لك واحد الرساله تكتب فيها زعما بتوضيح، ولا التقرير ديالك بتوضيح شنو وقع. ايضا كتضيف محضر ديال الشرطه اللي عاينت ديك الحادثه اللي وقعت لك. هو ماشي ديما غادي نلقاو داك المحضر، حيت مثلا الا تضربت انا في لاصال، فهنا راه يقدروا يطلبوا لك التقرير ديال صاحب داك لاصال فين ضربتي انت، ولا في المؤسسه التقرير ديال صاحب المؤسسه، المدير مثلا ولا صاحب المؤسسه الخصوصيه يكتب لك تقرير. هذه المساله هذه هنا هما كاتبينها بحال هكا، ولكن راه هذا هو المفهوم ديالها بشكل عام. وغادي يقولوا لك واحد الالتزام ولا شنو هو، كتزيدوا مع هذه الرساله وتجمعهم وتصيفطهم لهم مع الملف. هذا كنهضروا هنا على حادثه مؤمن عنها. حنا اغلبيه الحوادث ولا الاصابات اللي كنتعرضوا لهم راه كيكون غير مؤمن عنها، باش نكونوا واضحين. دونك انت في هذه الخانه الثانيه، في الخانه الثانيه ديال الحادثه غير مؤمن عنها، راه ما كتحتاج شي حاجه كثيره، راه فقط تقرير ديال الطبيب اللي عالجك، والرساله من طرفك انت. راه المراسله راه هي ديك اللي كتبتي تم، عاود كتبها في ورقه اخرى مزدوجه هنا، لانهم موضحين هنا عاطينك تكتب. ثم كيقول لك تكتب تقرير، انت ما غتخسر والو. كتب ورقه اخرى، دير واحد بابي مينيستر وكتب فيها الظروف والملابسات ديال الحادثه وصافي. ببساطه داكشي اللي كتبتيه تم عاود كتبو تم. والتقرير ديال الطبيب، التقرير ديال الطبيب شنو هو هذا؟ انت ملي كتدي مثلا شي واحد مصاب ولا انت طحتي ولا كذا، راه ملي كتدخل على الطبيب راه اول ما كيدير كيقول لك ودي اش وقع، راك تنازل في الدروج، تلوات ليا الرجل وتوعت. داكشي اللي كتقول انت للطبيب راه كيعاود يكتبه هو في التقرير، كيعطي لك تزيدو مع هنا وايغاليزي هذيك الورقه. في الخانه الثانيه الحادثه الغير مؤمن عنها ما موضحينهاش، ولكن انت ديما ايغاليزا ما خاسر والو. دونك في الحاله ديال الحوادث هذا هو الاجراء اللي
كيف قلنا غير معتاد وما معروف، هو انه كتعمر هذه الورقه راه غتقراها وغتبان لك تعمرها، وكتزيد معها التقرير ديال الطبيب وكتزيدهم في الملف ديال التعويض اللي كتدفع. دونك هنا وضحنا بشكل عام هذه المساله ديال الوريقات اللي خاصين في حاله تعرضتي لشي حادثه ولا اصابه. كي قلت لكم دخلتها هنا في السلسله ديال الكسور والهرس وما جاورها لانها وثيقه مهمه للغايه. هنا فين ما تهرستي ضروري تزيد هذه الوثيقه. تحيه عاليه لكم، والله يجيب شفاء للجميع.